السلام عليكم ورحمة الله. لقد تم الإطاحة بمزوري الأوراق النقدية والقبض على 67 مليون سنتيم مزورة. أطاح المصالح العملياتية الأمن الوطني بمزوري الأوراق النقدية، حيث تم ضبط 27 مليون سنتيم مزورة بكل من المسيلة وسيدي بلعباس وسطيف. وتمكنت المصالح العملياتية الأمنية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي بكل من المسيلة وسيدي بلعباس وسطيف من القبض على 67 مليون سنتيم مزورة من العملة الوطنية من فئة 100,000 و200,000 كانت موجهة للتداول في السوق الوطني. كما تم توقيف 60 شخص من بينهم امرأتين، وحجزت المعدات المستعملة في عملية التزوير، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجنايات، تقليد وحيازة أوراق نقدية ذات سعر قانوني لأجل طرحها للتداول، الشروع في عملية تزوير الأوراق النقدية، حيازة وصناعة مواد وأدوات معدة لصناعة وتزوير النقود. نطلب من أعزائنا المواطنين أن يتفطنوا للأوراق النقدية قبل أخذها من التاجر، لأن هناك عمليات كثيرة لتزوير الأموال، لتكونوا على بال.